آخر مرة قعدت قعدة حلوة بجد كانت إمتى؟ مش قاعدة على السوشيال ميديا، لا لا لا، قاعدة فيها ضحك وراحة وناس بتحبهم. مسا مسا على كل مستمعينا الحلوين، مستمعين هاي فايف. معاكم جهاد فكري كل يوم خميس الساعة 6، والنهاردة موضوعنا عن القعدة الحلوة. بصراحة كده القعدة الحلوة بقت عملة نادرة اليومين دول، يعني نادرا ما تلاقي ناس قاعدة بالهداوة ومن غير ما تبص في الموبايل كل دقيقتين، أو تتكلم عن الشغل أو المشاكل أو الترند الجديد. القعدة الحلوة مش محتاجة فانسي كافيه ولا كاميرا بتصور، ممكن تكون على الكنبة في البيت بكوباية شاي ومزيكا رايقة، أو حتى في العربية، أو مثلا واقفة قدام البحر وانت ساكت ومستمتع بالهوا. بس بقى خلينا نتفق ان القعدة الحلوة ليها 3 شروط اساسيين: ناس دمها خفيف ومش بتتصنع، كلام من القلب وضحك من القلب، واهم شرط ما يكونش فيه واي فاي. بلاش واي فاي، اصل الواي فاي ده بقى هو السبب في انقراض القعدة الحلوة. بتلاقي كل واحد قاعد ماسك الموبايل وحاطط وشه وجوارحه كلها فيه، واللي دماغه مش في الاكل دي بس بتصور الاكل، واللي مركز ينزل ستوري مش مركز ينبسط ويعيش اللحظة. بعد ما القعدة بتخلص بتكتشف إن محدش لا اتكلم ولا ضحك مع التاني أصلا. فاكرين زمان؟ فاكرين لما كنا بنقعد في البلكونة أو حتى على سلم البيت نتكلم في أي حاجة وفي كل حاجة، عن الجيران وهم طالعين ونازلين، ولا قعدة سلالم المدرسة بقى، وكلامنا عن مس إيناس مدرسة العربي اللي مش طايقة حد طول الحصة، ولا عن حب الطفولة، ولا عن مين كسب امبارح في الاتاري، ده طبعا قبل ما يبقى اسمه بلاي ستيشن. القعدة الحلوة مش بس مكان، اصلك ممكن تقعد في الروف، قعدة حلوة جدا. القعدة الحلوة دي حالة، لما تكون وسط ناس مش محتاج تمثل قدامهم، ولا تختار الكلام بعناية، ولا حتى تفكر انا باين كويس في الصورة ولا شكلي مش متظبط. القعدة الحلوة هي اللي بتخليك تنسى الوقت وتفتكر نفسك بس. في نوع تاني من وجهة نظري مش واخد حقه خالص، مع ان من وجهة نظري البسيطة هو اهم نوع: القعدة مع نفسك. يا الله على الروقان، لما تطفي الموبايل وتفصل كل الدوشة وتقعد كده توحلق في السقف وتفكر بشوية عمق في ولا حاجة. ياه، أما عليها قعدة كده فيها صلح بسيط بينك وبين روحك. قولولي بقى، مين الشخص اللي أول ما بتقعد معاه بتحس إنك نسيت الدنيا كلها؟ اكتبولي يلا في الكومنتات، عايزة أعرف إيه شكل القعدة الحلوة بالنسبة لكم. خليك دايما على الموجة، خليك دايما في المود الحلو. وهنا تكون خلصت حلقتنا، بس الكلام عن القعدة الحلوة عمره ما بيخلص، ودايما للحديث بقية. كنتم مع جهاد فكري في هاي فايف كل خميس الساعة 6، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.